إما طيب. بطرد شخص مقيم فيها. أيوة. أنا قدامي 10 دقايق بالظبط، هاخد فيهم سؤالين أو 3 بالكتير قوي. أنا بقى كنت عايز أسمعك، اتفضل. السؤال كان في البداية أستاذي، لما سئلتم الأستاذ المتحدث عن الإمارات، لما سئلتم عن لا، أنت كان ليك جملة عن الإمارات كده، قلت لما نتحدث عن كذا يبقى نتحدث عن الإمارات. واضح السؤال مباشرة أنه هو تحدث عن لماذا الإمارات، وهذا الجواب بالنسبة إلي أنا أعتذر من شخصكم، ولكن هو نوع من المراوغة. لو كانت دولة أخرى ستعمل مثل ما عملت الإمارات، لا، خلينا عند لماذا فعلت الإمارات ولم تفعل دولة أخرى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل تظنون أن أزمة الإمارات، خاصة عندما تتحدثون عن مصالح، أي مصالح تتحدثون؟ الإمارات من أغنى الدول بعيدا عن المال. أزمتكم الحقيقية هي أزمة الرجال، ليس لديكم رجال بذلك المستوى الذين يفرضون لكم وجود كدولة في العالم أجمع من دون مالكم. ليس لكم أداة ثانية غير المال. عن أي مصالح تتحدثون؟ أنا أقول، والأستاذ المتخصص في العلوم السياسية لربما يدرج هذا المصطلح أكثر من هذا. ممكن واحد يقول من هذا الجزائري اللي يتحدث عن الإمارات والخليج وبلده يحكمه يعني مقعد وجماعة اغتصبت البلد وسرقت الجزائر كلها؟ نعم، اسألني عن هذا وأجيبك، لكن لأن الموضوع هو الإمارات والسعودية ودول الخليج نتحدث عن هذا الموضوع. لما نروح للسعودية في النقطة تبنيهم أنهم يدافعون عن السنة، أنهم هم من يقودون العالم الإسلامي، أفعالهم لا تقول ذلك، تاريخهم لا يقول ذلك. أين السنة؟ أين العالم الإسلامي؟ وفلسطين صار لها، كتبت في يوم من الأيام قصيدة شعرية، اقتربت مني طفلة كان اسمها أمال لمياء، قالت عماه أنقول عن الرجل ديوثا إن كان يقبل امرأة زانية؟ قلت نعم. فقالت وما نقول عن رجال أختهم تغتصب وقلوبهم لاهية. إذا كان حقيقة السعودية والإمارات لها من قضية تبحث عن قضيتها الإسلامية اللي هي الدين الإسلامي، ثم قوميتها العربية اللي هي فلسطين المحتلة، تحدثتم كلكم عن كل هذه المصالح، عن الأيادي الأجنبية. أين الأيادي الصهيونية؟ ونحن كجزائري أصالة عن نفسي ونيابة عن كل جزائريين أبدا لن نسمي شيء اسمه دولة. نحن لا نعترف بها، نعترف بالكيان الصهيوني واليهود. أين دورهم في كل ما يحدث؟ هل دائما تربطون يا أستاذي المتخصص في العلوم والعلاقات الدولية والعلوم السياسية الكيان الصهيوني بالكيان الأمريكي؟ لا، هناك كيانين منفصلين. أنا أقول الإمارات هي بني صهيون العرب، هي من سعت كل السعي لإرضاء أمريكا، لإرضاء بني صهيون، ولتحذو نفس الحوض. مش مبالغ شوية إذا قلت إن الإمارات هي بني صهيون العرب؟ والله مجتمعة معها الكثير من الدول العربية. ليس ما يحركني هو انفعال أو شاب. تعبنا ونحن في عمر 21 سنة. رسالة أخرى موجهة لهذا الشعب الإماراتي وللشعب الخليجي، هل تظنون أن ما تأكلونه حلال؟ لأن حكامكم، هل تساءلتم يعني بعد اليوم عن كل الأموال التي تصب في كرواتب لكم بعد كل العمل؟ بعد هل تناسيتم أن الانطلاق من الله والعودة إلى الله؟ نحن دائما نبتعد عن إدخال الدين في السياسة، نعم، ولكن هو الأساس. الحق حق والباطل باطل. أين هل حكامكم، حكام الإمارات، حكام السعودية، حكام أهل الدول، هل لم يقتنعوا بعد أنهم أصبحوا من علامات قيام الساعة بالنصوص الشرعية؟ ما كل هذا الهراء؟ حيوا معايا الأستاذ. أتفضل. عرج. تفضل. بداية أنا ما عرفت الاسم، عفوا. الاسم أمير. وشيء تحية لك وتحية لأهل الجزائر والمغرب العربي الكبير. مع التحفظ على بعض المصطلحات اللي تفضلت بها، لكن أحب أوضح لك أني أنا كشخص متضرر أيضا من النظام الإماراتي يعني في تركيا، مش سياحة يعني، هو لأمر آخر. والشيء الآخر اللي أحب أوضح لك أن الإمارات، أنت قلت الإمارات ليس فيها رجال، فيها كلمة مؤثرة، لكن أحب أيضا أوضح لك أن في الإمارات في ما يقارب أكثر من 200 شخص معتقل لأسباب سياسية وخلافات. فهذا يعني التعميم بهذه المصطلحات أنا أعتقد أنه لا يليق حتى من شباب يطمحون يعني ربيع عربي وحريات وكذا من امور هذه كلها. اما لما تتفضل تقول انا اللي احب اوضحها، يمكن رسالتي ما كانت واضحه،
الإمارات كإمارات كنظام سياسي هو الذي يبحث عن مصلحته، هو يعيش في وهم الخوف من الربيع العربي. هذا أنا أعتقد أن هذا وهم، هو لا يوجد خوف من الربيع العربي على هذه الأنظمة السياسية، لكن هو يعيش هذا الوهم فيبحث عن مصلحته. أنا لما أطلب منكم التعامل مع هذه الأنظمة كأنظمة تتعامل بمصالح سياسية وليست كمنظمات حقوقية، هذا النظام يبحث عن مصلحته. إذا أنت ما حققت، إذا أنت يراك في المستقبل ستكون له كضرر، هو متأكد أنه يعني بيعاديك من البداية، وهذا ينطبق على كل دول العالم، يعني ليس على الإمارات وليس على السعودية. صحيح. حتى قطر، يعني حتى قطر الآن في المرحلة هذه قطر موقفها مشرف، قطر موقفها مشرف، ونحن بالعكس يعني أنا من يمكن لو تابعني في بعض البرامج التواصل الاجتماعي بترى موقفي واضح في هذه النقاط، لكن المصلحة هي التي تحرك هذه الدول. قطر الآن وقفت مع إيران وتدعم إيران وبينهم حقول مشتركة، هنا مصلحة مشتركة. تركيا أيضا لها مصالح مشتركة، يعني تركيا لو كانت مصالحها أو علاقتها مع الإمارات والسعودية جيدة، هل تتوقع أن تستوعب الشعوب الخليجية الإماراتيين والسعوديين في تركيا؟ لا يعني لا لحظة لا لحظة نقف عند دي، لا نقف عند دي، عشان زي ما حضرتك ما عدتش الجملة الجميلة حضرتك واشكرك عليها، انه لا الامارات فيها رجال الحقيقه، فيها ناس وكل دول الخليج يعني، لكن حضرتك بتقول دلوقتي والسؤال موجه للاساتذه مش لينا احنا، حضرتك بتقول ان تركيا لو علاقتها كانت جيده مع الامارات كان موقفها هيتغير من ثوره الربيع العربي. لا مش هيتغير من مواقف الربيع العربي، حتتغير من احتضان تركيا للناس يعني مثلا قطر تمام من خطوط الامداد، من المد، يعني ممكن تقول هذا الكلام. دكتور عصام عند حضرتك تعليق على ده؟ يعني أنا بس أوضح السؤال، يعني لو كانت علاقات السعودية مع تركيا رائعة، نعم، هل ستضحي تركيا بالسعودية مقابل احتضانها لبعض المعارضين السعوديين؟ هذا سؤال. تمام. وأنا أقول لك أن المملكة العربية السعودية هي من بادرت بتجميد علاقاتها مع الدولة التركية في كثير من الملفات الأساسية، بل إن تركيا هي من مدت يدها عشرات المرات للمملكة العربية السعودية لتكسير العلاقات فيما بينهما حفاظا على مصالح مشتركة إذا كنا نتبنى مفهوم المصالح، وكانت المبادر الأول في كل مرحلة من مراحل توتير العلاقات هو المملكة العربية السعودية في كثير من الملفات. السبب الرئيسي الربيع العربي؟ لا، ليس الربيع العربي. السبب الرئيسي هو ما تراه المملكة العربية السعودية أنه تنافس على الأدوار وصراع على الزعامة. المملكة العربية السعودية بنظامها الحالي لا تريد أن تكون هناك أي دولة يمكن أن تنافسها على الزعامة عربيا أو إسلاميا، وبالتالي هناك تاريخ من العداء تجاه من يمكن أن يمارس هذه الزعامة. المملكة العربية السعودية إذا كانت تفكر استراتيجيا، لن أتحدث بها المملكة، إذا النظام السعودي إذا كان يفكر استراتيجيا فمن باب أولى أن تكون تركيا هي الدولة رقم واحد في التحالف الاستراتيجي معها، ولكن هذا لم يحدث. تركيا إذا كانت حليفا استراتيجيا حقيقيا من أحد لم يكن يحدث ما حدث في العراق، لم يكن يحدث ما حدث في سوريا، لم يكن يحدث ما حدث في مصر وغيرها. وبالتالي أنت تتحدث الآن عن نظام سياسي أعتقد أنه يعادي حتى مصالحه الاستراتيجية. بالضبط. أنا مع الدكتور عصام. طيب كان ليك تعليق عليها الأستاذ حمد؟ تعلمنا في اللغة العربية من المجاز المرسل أن نقول الكل ونقصد به الجزء. لما تحدثت عن أزمة الرجال، نعم، لما قلت الأزمة ليس لديكم رجال، أكيد يوجد جزء من الرجال، وإذا كانت أحسستموها إساءة شخصية فأنا أسحبها وأعتذر منها. فقط لو تعليق بسيط، أنا أنتمي إلى مدرسة يدرسنا فيها مجموعة من الأساتذة علمونا أنه لابد أن نبتعد عن القشور والصور ونروح إلى القلوب والصدور، يعني ندخل في العمق. الأزمة الحقيقية كشاب عربي أمازيغي بعيدا عن كل العرقيات وكل التصنيفات، أزمتنا هي غياب مشروع مجتمع يوحدنا ككل، يعمل على مصالحنا ككل، مصالح شعوب قبل شخوص حكام إلى ما دونذلك، لأن هؤلاء الحكام جعلوا من أنفسهم آلهة، جعلوا من أنفسهم قارونات عصرهم إلى ما دون ذلك. أستاذ غندي كلمة في 30 ثانية في آخر الحلقة حوالين سؤال الحلقة، هل أفشلت دول الخليج الربيع العربي؟ تفضل. 30 ثانية. حتى الآن دول الخليج أفشلت الربيع العربي، ولكن لا يعلم ماذا في الغد. قد يكون للربيع العربي موجة أخرى يهزم فيها دول الخليج. أستاذ حمد كلمة أخيرة. نعم، أنا أعتقد دول الخليج العربي أفشلت الربيع العربي، لكن لأن الخطأ ليس فقط من هذه الدول، يمكن حتى من تعامل الثوار مع ثورتهم والبحث عن مصالح الدول الإقليمية.
بشكرك جدا استاذ محمد. استاذ صالح كلمه اخيره يا فندم. أنا متفق حول سؤال الحلقة أنه استطاعت دول الخليج إفشال ثورات الربيع العربي. اخيره يا فندم. نعم، هو لن أقول دول الخليج، ولكن أقول النظام السياسي الحاكم في أبو ظبي والنظام السياسي الحاكم في الرياض كان لهم دور داعم في الإفشال بما قاموا بضخه من عشرات المليارات خلال السنوات الماضية. أعتقد أن التحول الأبرز في إحداث ما نسميه بين قوسين حتى الآن فشلا يرتبط بدرجة كبيرة وبنسبة لا تقل عن 70% في الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر. لولا الدعم الإماراتي والدعم السعودي للانقلاب الذي حدث في مصر ونجاح الانقلاب لتغير المشهد السياسي العربي بامتياز. بشكرك جدا. على كل حال اذا كنت هختار لفته من الحلقه دي فانا هختار اللفته اللي تمت بين الاستاذ الجزائري ده والاستاذ حمد. الاستاذ الجزائري قال الامارات ما فيهاش رجال. الاستاذ حمد الحقيقه رد عليه وقال الكلمه دي فيها يعني مبالغه وتعميم. رد الاستاذ المحترم واعتذر عنها وقال هو كان مجاز مقصود به جزء وليس الكل، واعتذر بشكل كامل. التعميم هو المشكله، التعميم من اكبر الاخطاء اللي بنعاني منها. واحنا بنتكلم عن الخليج لازم نحدد بنقصد ايه بالخليج. اكيد مش كل الدول زي بعضها، كمان لازم نفرق بين الشعوب وبين الانظمه. شعوب الخليج زيها زي شعوب المنطقه، كلها شوق للحريه والكرامه. شعوب الخليج مشاعرها مع شعوب المنطقه. شعوبنا شعب واحد، لغته واحده، ثقافته واحده، ودينه واحد. ورغم افعال الحكام هتفضل شعوبنا موحده ولا يمكن يفرقها سياسات حكام ظلمه. الاهم ان الربيع العربي زيه زي كل ثورات العالم عبر التاريخ، ثوره بتمر بمراحل وصعود وهبوط، نصر وهزيمه. الثوره طريق طويل، ودور الخليج السلبي كان مجرد عقبه، لكن زي ما انتصرت الشعوب في معركه الحريه اكيد هننتصر شعوبنا. وزي ما قال احد الشباب من شويه اللي خرج من بيته عشان الحريه حقيقه والعداله الاجتماعيه مش هيرجع بيته الا لما يحقق هدفه. اللي قرر يضحي بنفسه عشان بلده وشعبه مش هيرجع بسبب حاكم ظالم هنا او حاكم مجنون هناك. عشان كده بقول لكم في نهايه الحلقه استنونا ولسه عندنا